صفقات الأهلي. يعني أنا عرفت إن سيحة طبعًا انتقل للأهلي خلاص حارس المرمى، ولكن كان في حارس تاني كان يعني الأهلي معجب بيه جدًا، كان بينافس سيحة، ولولا إن سيحة حظه حلو والأهلي يعني الموضوع مشي معاه على طول، كان ممكن هو اللي ييجي مكان سيحة، وهو محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش. الراجل دوّة كان الأهلي معجب بيه جدًا، خاصةً محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي. تاني محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، الأهلي كان حاطه في الحسبان، ولكن هو حظه إن هو يعني جه بعد مسيحة، يعني الراجل نوّر بعد لمّا الأهلي كان حاطط إيديه على سيحة. وعلى فكرة الأهلي مركّز مع سيحة مش من الدور التاني ولا من ماتش الأهلي وحرس الحدود بتاع ال5 ولا الكلام ده كله، الأهلي مركّز مع سيحة من زمان، من بدري جدًا، ومتارجته، وعارف إن لو في أي حارس طلع من عنده هو ده اللي هيكون رقم 1. في حظ محمد شعبان إن هو يعني دخل ترشيحات متأخر شوية، ولكن لو كانت قصة سيحة وقفت لأي سبب كان محمد شعبان اللي هيكون حارس مرمى الأهلي. ولغاية دلوقتي على فكرة يعني لو حصل أي دروب في حراسة مرمى الأهلي في العدد، الشناوي مشي، مصطفى شوبير مشي، يعني حصل أي حاجة، مخلوف سيحة أي حاجة، هتلاقي محمد شعبان موجود في الأهلي، لأن الناس في الأهلي مقتنعة بيه جدا. الناس في الأهلي مقتنعة بيه جدا، وهو حارس مرمى كويس الحقيقة. ما ركزتش معاه قوي، وانا مش من عادتي ان انا بركز مع حراس المرمى كتير، لكن يعني الاهلي شايف ان هو حارس كويس جدا. وبمناسبة حراس